يا كابتن حسام يا عميد، احنا في شهر اكتوبر وده شهر عيد، فتعال اقول لك ازاي توصلنا لبعيد وتكسب جيبوتي تودينا كاس العالم على طول. يلا بينا يلا بينا. بص يا معالي الباشا، بكره تجيب الثلاث نقط توصل كاس العالم. فالتشكيله تكون كالاتي: في حراسه المرمى شنو بطل اللحظات الكبرى. قلوب الدفاع انا محتاج لعيبه بتعرف تخرج بالكوره، عشان وقت ما الباكات تروح كده تعرف هي تعمل الطويله، الباكات ساعتها تخرج من ورا مين؟ من ورا الهافات. طب مين الباكات؟ اولهم رامي ربيعه اللي بيعمل القطريه كويس جدا واللي بيعمل الطويله بشكل محترم وبيعرف يخرج بالكوره. تمام. السيرد باك الثاني انا بالنسبه لي خالد صبحي، لسبب بيعرف يخرج برجله الشمال، ولو انا جيت طيرت الباك ده كده ووديت رامي هو اللي ليبرو وبقى محمد هاني هو الباك رايت بقى مدافع ثالث وخالد صبحي راح هنا، هيعرف ايه في الحته دي. حلو الكلام حلو الكلام. نيجي بقى للباك الشمال، انا من وجهه نظري محمد حمدي عامل اداء كويس جدا جدا وهو باك بمعنى الباك. احمد نبيل كوكا عمل ماتشات كويسه بس مش باك. مين اللي على الدايره هنا؟ 6 المارو مروان عطيه هو اللي هيقدر يرم ولا الدنيا دي كلها. تمام. هو عامل اداءات من ساعه ما رجع من الاصابه فوق الروعه. خلي في علمك رجوعه كان على ايد الكابتن حسام حسن. طيب هنلعب بقى قدام بخمس لعيبه. 5 لعيبه، ما انا يا باشا على ارض في وسط الجمهور عايز اوصل. هنلعب قدامهم بمهند لاشين. ايه ده؟ يا باشا مهند لاشين احسن لعيب يعرف ينظم لك الملعب في المجموعه دي كلها، احسن لعيب يعرف يوزع لك كور، احسن لعيب يعمل ضغط عالي. فانا بالنسبه لي مهند لاشين هيقدر يديني في المربع ده كده، ويقدر يرجع ويقفل مع مروان عطيه 2 على الدايره. هو بيلعبها كويس جدا. مين الاربعه الباقيين؟ ناحيه الشمال التريزيجول. تمام. عشان وقت ما احنا بنرجع لو فرضنا ان احنا هنلعب ميديم بلوك فتريزيجيه هيرجع يقفل هنا. وناحيه اليمين احمد السيد زيزو اللي هيرجع برضه ويقفل هنا. وكده يبقى انا عندي ديناميكيه حركه اقدر اقلب الخطه ل 4-1-3-2 او 4-4-2 او 4-2-2-2. طب مين بقى الاثنين اللي قدام اللي عاملين كل القصه دي؟ اولهم احسن لعيب في تاريخ مصر الكابتن محمد صلاح. وانا هنا عايز اقرب محمد صلاح من البوكت ده واخلي زيزو هو اللي يفتح على الخط، علشان دايما اخلي محمد صلاح على العدله بتاعته واخلي محمد صلاح في وش الجون لو وقت ما تريزيجيه يقطع له هنا يعمل له القطريه بتاعته. طب مين بقى المهاجم؟ يا كابتن حسام مفيش غير مصطفى محمد هو اللي نقدر نقول عليه المهاجم بتاع الصندوق اللي يقدر يخلص لك من ربع فرصه. فهل انت بقى يا عزيزي المشاهد شايف التشكيله دي ما تكسبش جيبوتي وتوصلك كاس العالم وانت قاعد حاطط رجل على رجل، ولا انت ليك راي تاني في اي لعيب من دول؟ ده اللي انا مستني منك في الكومنتات. وباي، ونتقابل واحنا واصلين كاس العالم.